الواحد ابن الحلال ابن الاصول اللي شغال شغلانتين عشان يكفي بيته، اللي طالع عين امه عشان خاطر يرضي مراته ويرضي ولاده، اللي دايما محترم، ما بيبصش للعيب، ما يبصش للحرام، ما يمدش ايده على حاجه مش بتاعته. يجع في واحدة بنت 60 في 70 تشخط وتنطر فيه، دايما لا بتشكره ودايما تبص لغيرها، يعني نكره خيره. ويبقى بصوا مش لاقي اللضا، وحياته كلها كرب، ولا بيصلي ولا بيعبد ربنا، دايما صوته عالي ودايما السب في لسانه. الانسان الغير سوي بالمره بياخد عيله بنت حلال تصونه وتصون عرضه وتعيش معاه الحلوه والمره وما تبقاش عجباه. ليه الدنيا ماشيه بالعكس؟ هو عايز الطخ وهي بنت حلال ومستحملاه وما تطلعش سره وعايشه وياه على الحلوه قبل المره والمره قبل الحلوه. الدنيا ماشيه بالعكس ليه؟